بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في سرفيز السمك الجميل ده؟ هنعمل مع بعض بقى احلى صينية سمك، احلى من اشهر المحلات السمك. هنعملها بطريقة بسيطة جدا، هتطلع معاكي ناجحة من اول مرة. يلا بينا بقى ندخل الفيديو، واللي ما اشتركش بقى في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل مني كل جديد انا بنزله. كده بعد ما نزلنا في الكبة بالطماطم والفلفل السبايسي والثوم، هننزل بقى بالتوابل. توابلنا بسيطة جدا: ملح وكمون، فلفل اسود، شطة، 7 بهارات. بس كده، هي دي بس التوابل بتاعتنا. يلا بينا بقى ننزل بالتوابل، ومعنا بقى عصير ليمون. اهم حاجة عصير الليمون في السمك طبعا في التتبيلة. وهننزل كده بالخل. الخل طبعا بيدينا طعم حلو قوي لتتبيلة السمك. ويلا بينا نضربها. وخلاص التتبيلة بقت جاهزة معانا. هننزل بقى في البولة كده بالتتبيلة الجميلة، ريحتها بجد تحفة. ومعانا السمك بقى بتاعنا، غسلناه وفتحناه كده فتحات عشان التتبيلة تدخل فيه ويبقى شارب من جوه ومن بره التتبيلة. يلا بينا بقى نتبله مع بعض يا حبايبي. هنفتح السمكة، بص نضيفة وغسلينها وزي الفل. هنبتدي بقى نوزع التتبيلة كده جوه السمكة، جوه وبره بقى في الفتحات. اللي وصل هنا بقى يا حبايبي ما ينساش بقى اللايك الجميل، واللي ما اشتركش في القناة ينزل بقى يشترك يا حبايبي. هنتبل كده السمك كويس جدا من بره ومن جوه. تمام كده زي الفل. هنكمل برضو الباقي بنفس الطريقة كده. ما شاء الله السمك بتاعنا طازة وفريش، بصوا منتهى الجمال. خلاص كده تبلناه، هنسيبه بقى في التتبيلة نص ساعة يشرب من التتبيلة، وبعدين بقى نعمل بقى ايه بقية الخطوات بتاعته. بقى الخضار بتاعنا اللي هنحطه تحت السمك: معانا بصل شرايح، معانا جزر، معانا ليمون مقطعينه شرايح برضو، معانا طماطم، معانا فلفل اخضر وسبايسي. بس كده. يلا بينا بقى على الطاسة ونشوف هنعمل ايه. ننزل بقى بالبصل، فلفل الاخضر، وشرايح الليمون. كل الخضار بتاعنا ننزلنا بالخضار كله كده. هنبتدي نديله تشويحة. خلاص الخضار جاهز معانا. هنقلب بس بقى، عايزينه ايه يدبل معانا شوية، مش عايزينه يستوي تماما. بصوا بقى الالوانات جميلة ما شاء الله. شكلها تفتح النفس. هننزل بشوية ملح. هنزل كده بمعلقة صلصة، وهندي الصلصة تشويحة كده عشان تطلع ايه المواد الحافظة اللي فيها، تبقى طعمها زي الطبيعي بالظبط. بس كده تمام. وهناخد جزء من التتبيلة كده ننزل بيه، وده هيدينا طعم حلو جدا. خلاص كده الصوص بتاعنا بقى جاهز. هننزل بقى بالسمك.
مش هياخد معانا اكتر من كده. كده خلاص هنبتدي بقى ندخله الفرن. نجيب على الوش بس بشوية زيت عشان يدونا بقى اللون الجميل بتاع السمك والقرمشة الجميلة. وكده خلاص يا حبايبي، بصوا السمك خرج من الفرن، بصوا شكله بيتحدث عن نفسه. بصوا بقى بجد بمنتهى الجمال. الطريقة بتاعتي هتطلع معاكم ناجحة جدا، جربوها قوليلي رأيكم في الكومنتات، وهستناكم ان شاء الله فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.